عمرك حسيت إنك بتبدأ 100 مرة وتفشل 101؟ لو بتدور على تغيير حقيقي سيب لايك دلوقتي واشترك في القناة وشارك الفيديو ده مع أي حد نفسه يتغير للأحسن. قصتنا عن شاب اسمه يوسف كان بيحلم يتغير، بس كل ما يبدأ عادة جديدة يقع بعد يومين 3 من المحاولة، لحد ما حصل موقف واحد بس غير دماغه بالكامل. يوسف كان ماشي في يوم عادي رايح شغله الصبح، لقى راجل كبير قاعد على الرصيف بيكتب على ورقة صغيرة، فسأله يوسف بفضول: يا حاج بتكتب ايه؟ قال له: انا بكتب عادة واحدة بس بعملها كل يوم بقالي 15 سنة كاملة، والعادة الصغيرة دي هي اللي بنت حياتي خطوة بخطوة. الكلمة دي وقفت يوسف وسأل نفسه: ازاي؟ الكلمة دي كانت بداية القصة اللي هتحكيها كتاب Atomic Habits. جيمس كلير في الكتاب ده بيقول إن مشكلتنا مش في الإرادة القوية، مشكلتنا إننا بنحاول نغير حياتنا بخطوات ضخمة وكبيرة، وبننسى إن الخطوات الصغيرة هي اللي بتغير المصير بالكامل. يوسف ده كان بيبدأ ب10 عادات مرة واحدة: رياضة، أكل صحي، مذاكرة، شغل كتير، والنتيجة الطبيعية الإحباط والوقوع بسرعة. العادة الكبيرة اللي بتضغط عليك عقلك بيقاومها، لكن العادة الصغيرة جدا عقلك بيوافق عليها فورا. وهنا ندخل على القاعدة الذهبية اللي لازم تعملها في حياتك، قاعدة 1% اللي بتغير كل حاجة. لو زودت عادة واحدة بس 1% كل يوم، بعد سنة كاملة هتبقى أحسن ب37 ضعف. رقم خرافي. يوسف بدأ يطبق الفكرة دي على عادته الجديدة، بدأ بدقيقة واحدة بس تمارين رياضية خفيفة. أصدقائه ضحكوا عليه وقالوا دي مش هتغير حاجة، بس هو استمر. بعد شهر بقى يعملها في 10 دقايق، بعد 6 شهور بقى يروح الجيم من غير ما يفكر أو يخطط. السر مش في القوة الجبارة اللي بتبدأ بيها، السر الحقيقي في الاستمرارية اللي بتحول حياتك لروتين ناجح. وده بيوصلنا لنظام العادات الأربعة اللي عملها يوسف. 4 خطوات بسيطة عشان تبني أي عادة صحية. أولا، المحفز أو الإشارة كيو. يوسف اختار علامة بسيطة، كل مرة يشرب فيها قهوته الصبح لازم يعمل دقيقة تمارين ضغط خفيفة فورا. ثانيا، الرغبة أو الجاذبية craving، لازم تربط العادة بمكافأة عشان تبقى جذابة. بعد التمرين القصير ده يسمع أغنيته المفضلة. ثالثا، الروتين والسهولة routine and make it easy، بدأ من دقيقة واحدة عشان يوصل لمستوى ساعة كاملة تدريجيا. رابعا، المكافأة أو الإشباع reward، بدأ يوسف يحس إنه إنسان جديد منتج وصحي، وده أكبر مكافأة ممكن يحصل عليها الإنسان. يوسف اكتشف حاجة مهمة جدا غير بيها حياته، كان فاكر إنه محتاج يبقى مثالي، لكن اكتشف إنه محتاج يبقى ثابت. افتكر كلمة الراجل العجوز: النجاح مش إنك تعمل حاجة كبيرة، النجاح إنك تعمل حاجة صغيرة باستمرار. ومن يومها يوسف عمل 3 عادات صغيرة بس يوميا: دقيقة رياضة خفيفة الصبح، قراءة صفحتين من كتاب مفيد، كتابة سطرين عن أهم أهداف اليوم. واللي حصل بعد سنة كان فوق الخيال. يوسف اتغير بالكامل، بقى صحي، منتج، ومركز جدا. مرتبه زاد، شغله اتحسن، وحياته بقت منظمة. الفكرة مش في إنك تبدأ ب10 عادات ضخمة، ابدأ بواحد، دقيقة واحدة، خطوة واحدة، ده سر النجاح المستمر. استنوا الفيديو الجاي هنجيب كتاب أقوى وأعمق. ما تنساش سيب لايك واشترك وقول لي في الكومنت تحب نبدأ عادة إيه الأسبوع ده.